ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم هنعمل فطار ايه النهارده. انا هعمل بشاميل وفراخ. انا حطيت المكرونه تتسلق على النار، بعد كده رحت اعمل تتبيله الفراخ. بصل مبشور، حطيت عليه علبه زبادي وملح وفلفل وبابريكا وشويه زيت وشويه خل. اقلبهم بقى كلهم مع بعض كده لحد ما يتجانسوا مع بعض. بعد كده اجيب الفراخ بقى بحب اقطعها شرايح كده علشان لما اجي احط التتبيله تدخل جوه اللحم وتحسوا بيه بطعم كده التتبيله وانتوا بتاكلوها. بعد كده نزلت بالتتبيله، تدعكوها كويس بقى جدا في الفراخ، ويفضل ان التتبيله دي الفراخ تبات فيها من بالليل، بس انا عشان كنت هعمل اصلا كنت هعمل اكل تاني يعني فطلعتها متاخر. بس قعدت فيها يعني بتاع ساعتين كده. هجيب بصل وطماطم وفلفل، قطعتهم برضو حتت صغيره كده، وفي نفس الطبق بتاع التتبيله اللي انا كنت عاملاها احط عليهم برضو ملح وفلفل وبابريكا واسيبهم شويه كده لحد ما اجي قبل ما ادخلها في الفرن يعني بشويه. بعد كده المكرونه سلقتها وغسلتها. تعالوا بقى نعمل البشاميل. انا حطيت معلقتين 4 معالق سمنه و4 معالق دقيق. سبتهم لحد ما السمنه اتقدحت، وبعد كده حطيت الدقيق تقلبهم شويه. بعد كده تحطي 4 كوبايات لبن، سوري، بس بتنزلي باللبن تدريجي، وتفضلي ايدك مستمرة تفضل تقلب البشاميل علشان ما يلزقش. بعد كده حطيت مكعب او مكعبين قشطة، ملح وفلفل، وفضلت اقلبهم كده لحد ما لقيت قوام البشاميل تقل. تعالوا نعمل اللحمة. برضو حاطة زيت وسمنة. بعد كده نزلنا بالبصل، هتقلبي البصل لحد ما يكرمل. بعد كده هنا بقى انا كنت قلت عقبال ما البصل يتكرمل هعمل الفراخ ادخلها الفرن. دي ميه وحطيت عليها صلصة وملح وفلفل وبابريكا. حطيت بقى الفراخ وهنزل عليهم من فوق، احط عليهم البصل والطماطم والحاجات اللي احنا كنا حاطينها. بعد كده هنزل بالميه اللي انا عملتها معاكم دلوقتي. الميه دي عشان الفراخ تستوي ما تبقاش نيه او تنشف او كده، فانتي حطيها ودخليها الفرن بقى ان شاء الله تقعد ايه. اول ما تلاقي الميه دي قلت خلاص، يعني مفضلش غير شويه صغيرين، خلاص يبقى كده الفراخ استوت، وانتي هتلاقيها اصلا عملت وش كده واتحمرت وبقت حلوه. نزلت هنا باللحمه بقى. اول ما تستوي اللحمه حط الملح، فلفل، وبهارات، اي بهارات انت بتحبيها. معلقتين كبار صلصه بس هي كانت متجمده لسه، وطماطم وفلفل، وتسيبيهم لحد ما يستووا خالص لحد ما الطماطم تتهري معاكي. كده احنا تمام، كل حاجه جاهزه. قبل البشاميل قبل ما بستخدمه لازم احط عليه بيض طبعا. صينيه دهنيها سمنه او زيت، تحطي فيها البشاميل حبه معلقتين 3 كده بشاميل من تحت. بعد كده المكرونه، بعد كده نحط اللحمه عادي، الطريقه المعتاده للبشاميل يعني. بعد كده من فوق بنحط البشاميل عادي. عايز تحطي جبنات مش مشكلة، بس انا حطيت قشطة بس. معلقتين 3 كده، 4 معالق يعني على حسب ما بتحبي، حطي قشطة من على الوش. وحطيت سمنة من على الوش. الفراخ بقى طلعت جوسي وتحفة وطعمها يجنن، لما تجربوها تعجبكم جدا. والبشاميل برضو طلعت روعة.